السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، معاكم رانيا عبد الرحمن في برنامج سنة أولى جواز. طبعا احنا عارفين ان أهم سنة في الجواز هي السنة الأولانية، بيحصل فيها مشاكل كتير واختلافات وملل. طيب ازاي نقدر بقى نقضي على الملل ده ونحول سنة أولى جواز لعسل كامل ودايم معانا طول العمر؟ أول يوم النهاردة هنتكلم فيه عن إيه اللي بيخلي سنة أولى جواز مرة ومملة ومش زي الخطوبة. في الحقيقة بيبقى فيه مقدمات كتير للموضوع دوت. أول حاجة خالص إن إحنا بنكدب على بعض أيام الخطوبة، وكل واحد فينا بيحاول يظهر إن هو ملاك ورومانسي وجميل وشيك وما بيبينش أي مشاكل خالص، ولا بيبين شخصيته الحقيقية ولا بيقول عيوبه. ومن هنا بتبتدي تحصل المشكلة مع أول سنة جواز، لأن مع أول سنة جواز كل واحد بيظهر العيوب بتاعته، إذا كان عصبي، إذا كان بخيل، إذا كان كل بقى العيوب بتبتدي تبان، وبالتالي بيتصدم الطرف اللي هو أفضل من الطرف التاني، وبيبتدي الحياة تبقى مملة، وبتبتدي من هنا المشاكل. وعلشان كده النصيحة الأولى علشان ينجح أول سنة جواز، لازم يا جماعة تبتدوا انكم تظهروا على حقيقتكم، بالحلو بتاعكم بالوحش بتاعكم، واللي قدامك يا تقبلك يا بلاش. تاني مشكلة في اللي بتسبب مشاكل في سنة أولى جواز هي مشكلة خطيرة جدا، وهي الأهل. أيوة، الأهل. إن إحنا مش بنخلي الأهل خط أحمر، بالعكس دايما بيبقى فيه طرف من الأطراف، سواء كان الراجل أو الست، بيعمل مشكلة ويقولك أبوك أمك إخواتك لا ما ينفعش كده، فبيضطر الطرف اللي هو بيحب قوي إن هو يتنازل ويتغاضى ويبعد أهله عن المشاكل. أو بيحصل العكس، إن الأهل بيتدخلوا بزيادة عن اللزوم، ويبتدوا في الكبيرة والصغيرة يحشروا نفسهم في الموضوع، وبالتالي بتحصل المشاكل قدام. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ حل المشكلة دي ان نخلي الاهل خط احمر، بمعنى لا هو ينفع يقولك ابوك وامك واخواتك، ولا انت ينفعي تقولي ابوك وامك واخواتك. بالعكس، اهلك هم اهله، واهله هم اهلك. لازم نحافظ على الود اللي ما بيننا، وكمان نحافظ على المسافات، ما نقولش ابدا عليهم اي كلمة وحشة، ما نحرمش طرف من الطرف التاني، نخلي زيارة اسبوعية ليهم، مش هنقول بشكل يومي، ده بعد الجواز. طبعا ايام الخطوبة بتبقى الزيارات اكيد اقل، لكن انا بتكلم ايام الجواز يبقى ليهم زيارة، لازم تروحوا لهم مرة كل اسبوع هنا وهنا، وتقعدوا معاهم قعدة جميلة لذيذة، وتروحوا مفيش قال واتقال وتعاد ولا الكلام ده كله خالص. وبالنسبه للاهالي نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نخليهمش يتدخلوا قوي، بس طبعا مش بشكل وحش يضايقهم، لا يعني خلي رايهم استشاري. ايه رايك احنا هنعمل كذا كذا كذا، وان شاء الله لو في مثلا حاجه تحب تقولها لي قولها لي يا بابا او قولها لي يا ماما. فتخلي العلاقات بالطريقه دي حلوه ونصل الارحام، وما نعملش مشاكل قدام. تالت مشكله بتسبب مشاكل مع سنه اولى جواز هي ايه بقى؟ هي ان كل واحد من الطرفين فاكر ان الجواز شهر عسل دائم، وفاكر ان مفهوش مسؤولية. يا جماعة خلي بالكم، الجواز مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، ولازم نعرف ان حياتنا بتختلف تماما، لان كل واحد فيكم بقى مسؤول عن الطرف التاني مسؤولية كاملة، مسؤول عن البيت مسؤولية كاملة، ولازم نحاول ان احنا نظبط المسؤوليات. النهاردة انا هكتفي بالمجموعة دي، وإن شاء الله في الحلقة الجاية هكمل بقية المشاكل وأقول حلها. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من سنة أولى جواز.